لعبت امبارح 3 مباريات في إطار الأسبوع 19 من الدوري الإنجليزي. نتائج المباريات جاءت كالتالي: تشيلسي 2 كريستال بالاس 1. ينطلق وحاول يتقدم الفرنسي كوستو بلمسة وصلت خطيرة الكوكو بينية باتجاه كوستو. محاولة العرضية الآن في الانتظار، تأتي العرضية والمتابعة الطويلة، كرة أخذها مادويكي في المرمى، حلوة جاري الكبير قد يفقد عافية. برانتفورد 1 وولفرهامبتون 4. ايفرتون 1 مانشستر سيتي 3. النهارده هتتلعب مباراتين في نفس الأسبوع 19. أول مباراة هتبقى بين برايتون توتنهام، هتبقى الساعة 9:30 مساء. تاني مباراة هتبقى بين فريق الأرسنال وفريق ويست هام، هتبقى الساعة 10:15 مساء. دلوقتي هنعرف ترتيب الدوري الإنجليزي بعد انتهاء مباريات أمس. المركز الأول ليفربول لعب 19 معاه 42 نقطة. المركز الثاني أرسنال لعب 18 معاه 40 نقطة. المركز الثالث أستون فيلا لعب 19 معاه 39 نقطة. المركز الرابع مانشستر سيتي لعب 18 معاه 37 نقطة. المركز الخامس توتنهام لعب 18 معاه 36 نقطة. المركز السادس مانشستر يونايتد لعب 19 معاه 31 نقطة. المركز السابع ويست هام لعب 18 معاه 30 نقطة. المركز الثامن نيوكاسل يونايتد لعب 19 معاه 29 نقطة. المركز التاسع برايتون لعب 18 معاه 27 نقطة. المركز العاشر تشيلسي لعب 19 معاه 25 نقطة. المركز ال11 وولفرهامبتون لعب 19 معاه 25 نقطة. المركز ال12 بورموث لعب 18 معاه 25 نقطة. المركز ال13 فولهام لعب 19 معاه 21 نقطة. المركز ال14 برانتفورد لعب 18 معاه 19 نقطة. المركز ال15 كريستال بالاس لعب 19 معاه 18 نقطة. المركز ال16 نوتنغهام فورست لعب 19 معاه 17 نقطة. المركز ال17 ايفرتون لعب 19 معاه 16 نقطة. المركز ال18 لوتن تاون لعب 18 معاه 15 نقطة. المركز ال19 برينلي لعب 19 معاه 11 نقطة. المركز ال20 شيفيلد يونايتد لعب 19 معاه 9 نقاط. يكون الفيديو عجبكم، لو الفيديو عجبكم دوسوا لايك واشتركوا في القناة وتضغطوا على زر الجرس عشان كل جديد انا بقدمه يوصل لكم. شكرا لكم.